السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا سماح احمد، عاملة النهاردة بابا غنوج مسلوق. طريقة بسيطة وسهلة وصحي وللمبتدئين. سهل جدا جدا جدا، وطعمه لذيذ وجميل جدا جدا. ان شاء الله الطريقة تعجبكم بإذن الله. يلا بينا نشوف المقادير. هو مقاديره بسيطة، يلا بينا نشوفها. اول حاجه معانا كيلو بتنجان. طبعا لو حبيتوا تجيبوا اكتر او اقل براحتكم، كميه على حسب راحتكم. وطماطميتين متقطعين صغير، وبقدونس متقطع صغير، وفلفل الوان او فلفل اخضر المتاح، ومعلقه طحينه كبيره، ومعلقه زبادي كبيره، وثلاث ليمونات معصورين، وثلاث معالق خل، ومعلقه كزبره صغيره، ومعلقه كمون، ومعلقه ملح، ومعلقه كبيره دبس رمان. موجود مش موجود مش مشكله، يعني دبس الرمان ده اختياري. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة نحط حلة على النار ونسخن المية اللي فيها، نحط فيها مية ونسخن. وبعد ما المية تسخن هنروح ضايفين البتنجان. أنا مقشراه ومقطعه. سهل بقى، ولا نشوي على البوتاجاز ولا يغلبنا. ده طريقة سهلة جدا وجديدة وحلوة، وطعمها جميل خفيف، هو خفيف. نقلبه كده ونحط معاه معلقة ملح صغيرة. مش هنحط ملح كتير عشان احنا لسه هنحط واحنا بنحيق. هما كده يا دوبك معلقة صغيرة ممسوحة، ونسيبه بقى يستوي مع نفسه. هو كده استوى خلاص. هنطلعه بقى كده بأي مقصوصة. مسلوق جميل وسهل ومش بياخد وقت. يعني احنا بنقشره ونقطعه ونسلقه بس، ونهرسه بقى بالشوكة. بهرسه بالشوكة كده لغاية لما كله يعني ايه يتفرم، نفرمه كده بالشوكة. وممكن لو فيها هراسة او حاجة، يعني ايه زي ما تحبوا انتوا بتهرسوا، اهرسوا باللي بتحبوا تهرسوا بيه. نهرس كده كويس. وفي ممكن تضربوه في الخلاط لو بتحبوه ناعم قوي، بس انا بحبه بالشوكة. كده هرسناه. حطيت بقى دبس الرمان والملح مع بعض. وطبعا دبس الرمان ده اختياري، مفيش خلاص، مفيش اي مشكلة. احنا حاطين ليمون وخل. ونحط التوابل برضو بتاعتنا، كمون وكزبرة فقط لا غير. ونقلب برضو، نقلبهم مع بعض لغاية ما يختلطوا كلهم ببعض. بعد كده بقى نحط التوم. طبعا ده التوم ده أساسي في بابا غنوج أو في أي بتنجان. التوم أساسي. أنا حطيت معلقة كبيرة توم مفروم، أو 4 فصوص توم أو 5 ما برضو مفرومين. ونقلبهم كده كلهم مع بعض. بعد كده بقى البولة اللي فيها الطحينة والزبادي، أنا هدوبهم بالليمون والخل. بدل ما هحط مية هحط الليمون والخل، واقلبهم بقى ايه لغاية لما كلهم بيختلطوا ببعض. لازم الطحينة
ندوبها. فانا دوبتها مع الزبادي بالليمون والخل، بدل ما احط ميه بس. طبعا الاكله دي أنا مش حاطه فيها زيت اصلا، يعني خفيفه وحلوه. كده ندوبتهم خلاص كده، اختلطوا كلهم ببعض. نرجع بقى نحطهم تاني على البتنجان. الطحينة والزبادي بيخلوه طعمه جميل جدا. معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة. قلبهم بقى كده فيها. طبعا الطحينة لو حبيتوا تزودوا زودوا براحتكم برضو. الكمية دي يعني كل واحد على حسب العدد بتاع أفراد أسرته، بيعمل الكمية المناسبة ليه. أنا بحب أعمله وأحطه في علبة في التلاجة، وقت ما نحب نطلع بنطلع. نقلبهم كده كويس لغاية البتنجان ما يمتزج مع الطحينة والزبادي. وبعد كده بقى هروح جايبة الطماطم اللي أنا مقطعاها برضو وأحطها عليهم، نضيفها عليهم كده. وأجيب بقى الفلفل الألوان كمان برضو أضيفه عليهم، وأقلبهم مع بعض. أنا بقلب أول بأول عشان يبقى سهل وكله يتجانس مع بعضه. طعمه تحفة، بجد تحفة، جميل جدا. وادي البقدونس، ممكن تحطوا شبت أو كزبرة، بس البقدونس بيديله طعم جميل والشبت بيديله طعم أجمل. بس ما كانش عندي شبت، أنا حطيت بقدونس. الاتنين طعمهم بيبقوا تحفة. سلطة بابا غنوج دي جميلة. نحط معلقة هريسة، طبعا دي اختياري، اللي مش بيحب الشطة بلاش. انا هعمل هريسة وهبقى برضو آم، اوريكم انا عملتها ازاي. نقلبهم كده مع بعض. شكلها جميل، الوانات حلوة، وطعم احلى واحلى. حاجة تحفة بجد. ممكن تتاكل كده لوحدها، مع بطاطس محمرة، مع سمك، مع اي حاجة. بابا غنوج بيتاكل مع حاجات كتير وممكن يتاكل لوحده. جميل. كده طبقنا خلص خلاص. نروح بقى نغرفه. ادي طبقنا. يا سلام، جميل جميل جميل. احلى سلطة. طبعا لو هتعملوا كمية وهتحطوها في التلاجة بلاش تحطوا فيها طماطم، عشان الطماطم طعمها بيتغير. حطوا طماطم وقت ما تيجي تاكلوا. جميلة جدا. كده طبقنا خلص خلاص. بسم الله ما شاء الله. ادي النتيجة. ايه رأيكم؟ احلى سلطة بابا غنوج مسلوق. طريقة سهلة وصحية وجميلة. واللي مش بيحب يشوي على البوتاجاز يسلقه، هيبقى سهل جدا وهيعجبكم جدا. لو طريقتي عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.